السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل النهاردة حلقة عن تحديق السردين اهي. احنا طبعا حطيناها في مصفى، كنت سايباها بتصفي عشان لو فيها اي حاجة هي اتصفت خالص ونشفت. ومعانا ملح ومعانا علبة طبعا حطيت فيها كيسة كده ونزلتها اهي. ونبدأ بقى مع بعض نعمل تحديق السردين بإذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبسم الله ما شاء الله، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام يا رب. ونحط كمية كده حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما لقيتش ملح خشن، فانا جبت ملح يعني هو خشن بس مش خشن قوي برضه، فده ينفع وده ينفع. ونرصها عكس عكاه. وبين كل طبقة والتانية هنرش كمية كده على حسب ما احنا ايه، بالنظر كده تغطيها. هو السردين بيحب الملح كتير عامة، مش زي الفسيخ. هبقى اعمل معاكم برضه حلقة عن الفسيخ. هكمل انا بقى بقية السردين، هكمل انا شوية دول. هو ده كيلو عامة يعني عشان تبقوا عارفين، ده كيلو سردين بس اللي انا جايباه على قدنا طبعا. احنا قلنا احنا بنعمل من البداية حاجات على قد ايه، على قد ايدينا كده في قلب البيت. هكمل وارجع انا تاني اوريكم. كده هنكون خلصنا يا حبايبي. لازم نحط كمية كده كتيرة. طبقة تكون محترمة كده يعني، زي الطبقة الايه اللي حطيناها في تحت في الارضية، زي هيكون طبقة عازلة غرفة عشان طبعا ما يعفنش وما يبص. هنخرج الهواء طبعا. فضي الهواء كده خالص. ونقفل عليه بقى ونسيبه 3 ايام 9 ايام. ده يقعد 9 ايام زيه زي الفسيخ. انا اصلي يعني اصل والدي اصلا من نبرون، وانا برضه هعمل لكم الفسيخ على طريقة النبروة وهوريه لكم.
بس انا والدتي من المنصورة واحنا قاعدين في المنصورة، بس عيلتي كلها واهل والدي من نبرون، وانا بعمل على طريقة نبرة. جربوا بقى وشوفوا بتوع النبروة بيعملوا ايه. وطبعا مفيش فسيخ ولا سردين احلى من بتاع نبرون. هنبقى نرجع لكم بقى طبعا واحنا بنوريكم بعد 9 ايام. مش هحمل الفيديو طبعا، انا لازم اوريهولكم. السلام عليكم. سردنا واحد يا حبايبي بعد ما عملناه، زي ما وعدتكم ان انا مش هكمل الحلقه الا لما لازم اوريهولكم. ده كده بعد 9 ايام عملناه اهوت. سردين وده جميل. جوزي واقف عمال يرخم عليا عشان هيموت وياكله من يوم ما عملت. يلا سلام عليكم.